السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم شيوات ووصفات مع سناء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم السفة بطريقة جد سهلة وسريعة بتفويرة وحدة كتوجد بسرعة. هاد الطريقة الصراحة هي اللي معتمداها، كتجيني سهلة وكتوجد لي السفة بسرعة، يعني مختلفة على الطريقة المعتادة اللي كنعرفو كتاخد لينا وقت طويل، يعني 4 تفويرات 3 تفويرات. هذه غير تفويره وحده وان شاء الله غادي تنجح معكم الا تبعتوا الفيديو بالتفصيل. تبعوا معايا الفيديو. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو 250 غرام الشعريه ديال السفه من النوع الممتاز. من الاحسن اننا نستعملوا النوع الممتاز باش هاد الشعريه ديالنا ما تعجنش. انا استعملت هاد الماركه هذه، فيها 500 غرام، استعملت النصف ديالها. طبعا الكميه كتبقى على حسب افراد الاسره. عندي الزيت، الملحه، وغادي نحتاج الماء. الماء غليان راني واضعه دابا الان فوق النار فاش غادي نوضع السفه. اول حاجه ناخذ الزيت، تقريبا واحد الملعقه كبيره. غادي نلبس مزيان هاد الشعريه بالزيت. من بعد ما تلبست ليا الشعريه مزيان بالزيت، دابا غادي ندوز باش غادي نوضعها في الماء، غليان اللي وضعه على النار. من بعد ما غلى ليا الماء غادي نوضع عليه السفه. دابا غادي من بعد ما وضعت السفه غادي نوضع الملح، غادي نحرك وغادي نحسب 2 دقائق. بعد ما طلع الغليه غادي نحسب 2 دقائق فقط، وغادي نحيد السفه ونصفيها. بعد ما مرات 2 دقائق ها هي وجدات. دابا غادي نصفيها، غندوز باش نصفيها. دابا غادي نخلي السفه حتى تسقطر مزيان وعاد نكملوا المراحل. السفه من بعد ما صفيتها دابا غادي نوضع واحد شويه ديال الزبده، ندهنها بواحد شويه ديال الزبده. غندخل فيها هاد الزبده مزيان. عندي هنا واحد شويه ديال الزبيب، رطبت واحد شويه في الماء، غادي نوضعوه في الكسكاس هو الاول. طبعا الزبيب اختياري. وغادي نوضع السفه. صافي غادي نردها تفور تقريبا 10 دقائق ومن بعد نقدموها. هذا هو الشكل النهائي ديال السفه. عملت ليها السكر كلاصي وزينتها بالقرفه واللوز، يعني تزين بطريقه تقليديه مبسطه. الا تبعتوا المراحل كما هي ان شاء الله غادي تنجح معكم وما غاديش تعجن. الا اختاريتوا السفه من النوع الممتاز كما قلت لكم وتبعتوا الطريقه كما هي، ودائما احترموا الوقت، يعني ديك 2 دقائق في الماء وتصفيره ديال 10 دقائق ان شاء الله وغادي تنجح معكم. هانتوما كما كتلاحظوا كتجي مفرقه، يعني ما كتجيش معجنه. نتمنى انكم تجربوها، ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد. شكرا لكم والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.